السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ كلامنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. المرة دي عندنا حاجة حرشة جدا جدا وجميلة وبتتحط جنب الأكل، ومفيش أكل بتتحط كده لما الحاجة الحرشة دي تتحط جنبها، اللي هي الشتية. هنعمل مع بعض الشتيتة المرة دي. انت لو عايزاها حامية قوي قوي جيبي الفلفل كله حامي، لو عايزاها نص نص جيبي نص الفلفل حامي والنص التاني بارد في نفس الوقت، هتبقى معتدلة معاكي شوية. وطبعا دي تبقى بعيدة عن متناول الأطفال خالص. وبعد ما تخلصي الفلفل وتخرطيه لازم تغسلي ايدك كويس قوي قوي وتخلي بالك عشان بيبقى حامي على الجلد اصلا. اول حاجه بعد ما نغسل الفلفل كويس قوي قوي ونغسل الطماطم، نيجي مقطعين الفلفل زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا عارفين انها بتتحط جنب العدس وبتتحط جنب الملوخيه. وبعدين بعد ما خرطنا الفلفل نخرط الطماطم. بعد ما نغسل الطماطم كويس نخرطها كده زي ما احنا شايفين. وبعدين بعد ما خرطناهم نجيب الطاسه نحطها على النار، وبعدين نحط فيها زيت بس ما نكترش الزيت. وبعدين نكون بشرين توم نحطه على الزيت ونقلب تقليبه بسيطه كده، نقلب التوم تقليبه بسيطه كده. وبعدين بعد ما نقلبه تقليبه بسيطه نجيب الفلفل اللي احنا خرطناه، نقلب التوم شويه كده وبعدين نجيب الفلفل اللي احنا خرطناه مع بعض نحطه على التوم ونقلبهم. نفضل نقلب كويس ونخلي بالنا. وبعد ما يبتدي الفلفل يحمر هو والثوم يجوا حاطين الطماطم ومقلبينهم برضو مع بعض، وايدينا في التقليب على طول ونخلي بالنا في نفس الوقت عشان ما يلزقش مننا. ونيجي حاطين ملح، نحط ملح عليه ونقلب كويس. من نجاح الشتيتة عندك ان انت لازم تقلبيها كويس عشان ما تلزقش منك في نفس الوقت. وبعد ما قلبنا زي ما احنا شايفين هتبقى بالمنظر ده. نيجي جايبين ربع كوباية مية وحطينا عليها ونقلب برضو كويس ونسيبها تغلي عشان الفلفل يستوي معانا برضو مع التقليب برضو. وبعد كده هتكون جاهزة معانا الشتيتة زي ما احنا شايفين، وطعمها طبعا فوق الخيال. ونخلي طبعا بالنا من ايدينا عشان انتوا زي اخواتي برضو، لازم انصحكم وزي بناتي لازم نخلي بالنا بعد ما نخلص الفلفل نغسل ايدينا كويس قوي قوي. وبعد ما خلصت الشتيتة معانا زي ما احنا شايفين كده هتبقى جاهزة للاستخدام. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والهنا والشفا.